السلام عليكم. طبعا لو انت من عشاق الكيك بالشوكولاته يبقى الوصفه دي عشانك. ان شاء الله النهارده هنتعلم مع بعض ازاي نعمل الكيك بالشوكولاته. كيك هش جدا، يعني قولي عليه بقى كيك، قولي عليه جاتو، زي ما يعجبك. ازاي ان احنا هنحول الدقيق العادي بتاعنا لدقيق اسبونج عشان يدينا الهشاشه بتاعه الدقيق الاسبونج الجاهز. بجد الكيك بتاعنا تحفه، هش جدا وطري وطعمه لذيذ جدا. وازاي هنعمل الصوص بتاع الشوكولاته من غير ولا نقطه شوكولاته. يلا نبدا على بركه الله، نشوف المكونات والمقادير وطريقه التحضير ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وطبعا لو عجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. هنبدا نشوف المكونات. اول حاجه معايا في المكونات، معايا كوبايتين من دقيق متعدد الاغراض بمقدار مج الشاي. لو هتوزني على الميزان يبقى 350 جرام. ضفت كوبايه من النشا بمقدار 150 جرام، والسر هنا في النشا هو اللي هيديني الهشاشان اللي انا عايزاه. ضفت كمان رشه من الملح 1 جرام، وضفت كمان كيس كيك شيف اللي هو 16 جرام، وضفت نص كوبايه من الكاكاو الخام الاسباني بمقدار 75 جرام. وقلبت كل المكونات مع بعضها. طبعا قلبت كل المكونات مع بعضها وحولت الدقيق العادي لدقيق اسبونج بكوبايه النشا اللي انا حطيتها. النشا هو اللي هيديني الهشاشان وهيخلي الدقيق العادي معايا زي دقيق الاسبونج الجاهز بالظبط. المكونات السائله 3 بيضات، ضفت عليهم كوبايه من السكر بمقدار 150 جرام او بمقدار مج الشاي. ضفت كمان 1 جرام من الفانيليا. ضفت عصره ليمونه، وطبعا ما تخافيش من الليمون خالص، طعمه ما بيبانش في الكيك، وممكن تستبدلي الليمون بمعلقه من الخل. طبعا فايده الليمون او الخل في الوصفه ان هو اولا بيتفاعل مع البيكنج باودر ويديني هشاشان عالي جدا للكيك، وكمان بيزيل زفاره البيض. بقلب كل المكونات مع بعضها. هنضيف كمان كوبايه الا ربع من الزيت بمقدار مج الشاي اللي هي 175 مللي من الزيت. وهقلب برضو كل المكونات مع بعضها. طبعا كل ما بنقلب في الخليط بتاعنا بيتقل. طبعا زي ما انت شايفه انا بقلب بالمضرب السلك، ممكن حضرتك تاخدي كل المكونات تضربيها او تخفقيها بالهاند بلندر او في الخلاط. هنضيف بقى المكونات الجافه بالتدريج، ومعايا كمان كوبايه من اللبن السائل. طبعا اللبن اللي انا بستخدمه هنا لبن دافي. هضيف برضو المواد السائله بالتدريج. ضفنا شويه كده من المكونات الجافه وهنبدا نقلب. وزي ما انت شايفه بضيف اللبن برضو بالتدريج. ولو حضرتك حابه تنكهي الكيك بتاعنا يدينا طعم احلى من كده، ممكن تضيفي معلقه من نسكافيه بطعم البندق. هتلاقي الكيك بتاعك كده بطعم البندق، طعمه بطعم البندق. ودول اخر شويه من المواد السائله. هبدا اقلب الخليط كويس، وده الخليط كده الخليط جاهز معانا، وده الخليط الناجح 100%. الخليط بتاعنا لا هو تقيل قوي ولا هو خفيف قوي، الخليط متوسط، قوامه متوسط. معايا صينيه 30 في 40، ضفت فيها معلقتين من الزيت، وهبدا امسح الصينيه كده بمعلقتين من الزيت. وممكن تضيفي معلقه من الزبده او مكعب من الزبده صغير. اي صينيه عند حضرتك اشتغلي فيها مفيش مشكله. لو عندك ألمونيا او تيفال مفيش مشكله. ببدا انزل بخليط الكيك وهبدا اسويه بالشكل اللي انت شايفاه ده، وهبطه كده خبطتين على الرخامه عشان اخرج منه اي فقاعات هواء. وهدخله فرن ساخن مسبقا على درجه حراره 180 في الرف الاوسط. اول ما ياخد لون من القاعده هفتح عليه الشوايه ياخد لون من الاعلى. هنبدا نجهز مع بعض صوص الشوكولاته. ألذ واطعم صوص شوكولاته اقتصادي جدا. كوبايه من السكر البودر، كوبايه الا ربع من السكر البودر، كوبايه الا ربع من الكاكاو الخام، كوبايه الا ربع من السكر البودر 100 جرام، الكاكاو الخام الكوبايه الا ربع ب 150 جرام. ضفت كمان رشه من الفانيليا بمقدار 2 جرام. طبعا كل المكونات معايا هنا متساويه. كوبايه الا ربع من السكر، كوبايه الا ربع من الكاكاو، وهنضيف كمان كوبايه الا ربع من اللبن بدرجه حراره الغرفه. وممكن تضيفي اللبن بتاعنا مثلج مفيش مشكله، يعني ممكن تضيفي المواد السائله مثلجه اللي هي الزيت واللبن. معايا كمان كوبايه الا ربع من الزيت بمقدار 175 مللي من الزيت. هبدا اقلب كل المكونات وهضيف الزيت هنا بالتدريج. الزيت هنا عباره عن ماده ربط. وضفت كمان معلقه صغيره جدا من الملح بمقدار 1 جرام. طبعا الملح بيعدل الطعم. هبدا اضيف الزيت بالتدريج وهقلب كل المكونات مع بعضها لحد ما تتجانس. وهاخد كل الخليط بتاعنا دون هخفقه في الخلاط. ممكن تضربيه بالهاند بلندر او بالمضرب الكهربائي، او تستمري في الخفق بالمضرب اليدوي. بس حسيت ان المضرب اليدوي هياخد مني وقت طويل لحد ما الخليط بتاعنا يتقل معانا، فاستسهلت الخلاط وضربت كل المكونات في الخلاط. وطبعا لو حضرتك حابه تنكهي صوص الشوكولاته بتاعنا، ممكن تضيفي معلقه من قهوه سريعه الذوبان يبقى بطعم القهوه،
او معلقه من نسكافيه بطعم البندق، هيبقى طعمه زي يعني هتحس بطعم البندق، او صوص الشوكولاته بطعم البندق. الخليط بتاعنا ما شاء الله يعني الصوص بتاعنا طالع ناجح جدا وتقيل زي ما انت شايفه كده، ولسه كمان هندخله التلاجة ويتقل اكتر من كده، ده لان المكونات بتاعتنا او المقادير بتاعتنا مظبوطه. لو حضرتك ضفت عليه 150 جرام او 100 جرام من الشوكولاته السايحه وحطيتيها في برطمان ودخلتيه التلاجة، هيبقى زي النوتيلا بالظبط. يلا نشوف الكيك بتاعنا بعد ما خرج من الفرن. طبعا انا ما خرجتش الكيك بتاعي من الفرن الا لما سبته برد تماما، لان لو خرجته من الفرن هيهبط معايا. شايفه وانا بضغط عليه تحسي كده بالهشاشان بتاعه. معايا كوبايه من اللبن، انا حليت اللبن ده بسكر، وممكن تنكهي اللبن بمعلقه من الكاكاو او معلقه من قهوه سريعه الذوبان او معلقه من نسكافيه بطعم البندق. تعرفي ان الكيك بتاعك ناجح لما تضيفي عليه اللبن وتشربه زي قطعه السفنج. شايفه الكيك بيشرب اللبن ازاي؟ ده دليل على ان الكيك بتاعنا ناجح جدا وهش جدا وطري. يلا نجهز مع بعض بقى، هنسيب الكيك يشرب اللبن براحته، ونجهز مع بعض ألذ وأطعم طبقة كريمة. معايا كوباية من الكريم شانتيه بمقدار 125 جرام. أنا استخدمت كريم شانتيه المتحدة، استخدمت كريم شانتيه خام. ضفت كمان نص كوباية من السكر بمقدار 75 جرام، ومعلقتين كبار من الكاكاو الخام الأسباني بمقدار 50 جرام، وضفت رشة فانيليا. هبدأ أخفق كل المكونات مع بعضها، وضفت كمان كوباية من اللبن المثلج. ممكن تستبدلي اللبن بمية مثلجة، أهم حاجة إن المواد السائلة تكون مثلجة جدا. ولو ما فيش عند حضرتك مضرب كهربائي وحابة تعملي الوصفة، ممكن تجهزي كل مكونات الكريم شانتيه في طبق وتقسميها على 4 مرات وتخفقيها في الكبة. الكبة ممكن تقضي الغرض معاكي وتديكي النتيجة المطلوبة في الكريم شانتيه. طبعا أنا هنا خليت الكريم شانتيه بتاعي هنا زي ما انت شايفة كده، القوام بتاعه تقيل جدا. وممكن تستخدمي بدل الكريم شانتيه ممكن تستخدمي موس الشوكولاته. هنبدا ننزل بكده بكميه حلوه من الكريمه. هي كوبايه من الكريمه حلوه جدا على صينيه 30 في 40، يعني انا ضفت كل كميه الكريمه اللي معايا. ولو حابه تعملي روزيتات ممكن حضرتك تبقي تسيبي شويه صغيره جدا من الكريمه. هنبدا بقى نفردها بالسكريبر. عندي بنوتي الصغيره كانت عايزه تسرق مني الكريم شانتيه وانا شلت ايديها بسرعه. لو مفيش عند حضرتك سكريبر تقدري تسويها بظهر سكينه، او تقدري تساوي بمعلقه بمسطره، بظهر مسطره، المسطره الشفافه كده بتاعت الاولاد. ممكن تخليها بقى عندك في المطبخ الحلويات وتسويها بظهر المسطره الشفافه. طبعا انا فضلت اساوي كده في الكريمه لحد ما ادتني الملمس الناعم، وطبعا كل شويه كنت بغسل السكريبر. زي ما انت شايفه كده الكريمه بتاعتي نعمت بالشكل دون وبقى ملمسها متساوي. هدخلها التلاجة لمده تلت ساعه. انا عشان كنت مستعجله دخلتها بصراحه الفريزر 10 دقايق عشان تتماسك، لان انا بصراحه بعمل الكيك دون لاختي، لانها اتصلت عليا وقالت لي انا جايه وعايزاكي تعزميني على كيك بالشوكولاته مع الشاي. فعشان كده قمت وعملتها في اسرع وقت، فكانت اسرع كيكه بالنسبه لي ان انا اعملها. فعلشان كده دخلت الصينيه بتاعتي لمده 10 دقايق بس، لحد الكريم شانتيه 10 دقايق بس في الفريزر لحد الكريم شانتيه بتاعنا ما تماسك. وبعد كده ضفت عليها صوص الشوكولاته زي ما انت شايفه قوامه ناجح جدا، وابتديت ان انا افرد عليها صوص الشوكولاته بتفرد عليها بكل سهوله. دخلتها كمان 10 دقايق في الفريزر وهنبدا نقطعها. طبعا انا عايزه القطعه بتاعتي كده لما اقطعها تكون شاربه كده من صوص الشوكولاته، غرقانه في صوص الشوكولاته. طبعا هنبدا نقطعها مع بعض. انا هقطع الصينيه بتاعتي دي 12 قطعه جاتوه، والقطعه ما شاء الله كبيره، يعني طول القطعه هيكون 15 سنتي. العرض زي ما حضرتك عايزه، ممكن تخلي عرض القطعه 3 سنتي 4 سنتي 5 سنتي زي ما يعجبك. المهم ان انا قطعتهم 12 قطعه بحجم كبير. طبعا للتزيين انا هخليها ساده زي ما هي كده. حضرتك بقى للتزيين في افكار كتيره جدا. ممكن تجيبي شوكولاته خام وتبشريها وتحطيها على وش الكيك بتاعنا او الجاتو بتاعنا. ممكن تجيبي شويه من شوكولاته سبرينكل او اي نوع شوكولاته عندك تحطيه على الوش. ممكن تعملي روزيتات وتحطي على روزيتات كده واحده من الكريز، برضك هتديكي شكل حلو جدا. زي ما حضرتك كده شايفه السكينه زي ما يكون نازله في قطعه اسفنج بتقطعها. الكيكه بتاعتنا هشه جدا وطريه، وزي ما قلت لك السر في كوبايه النشا، لان النشا بتحول لي الدقيق العادي او بتحول لي الخليط الجاف بتاعي زي بالظبط كده ما بتكوني بتشتري دقيق الاسبونش الجاهز.
هنبقى نطلع قطعة مع بعض ونشوفها عاملة ازاي. بجد حاجة كده تحفة، وهم طعمها مفيش بعد كده. طبعا اوفر كتير من انك انت تشتريها من المحل، وانضف كتير. انا بس هنا بوريك ارتفاع الكيك، يعني هنا انا بوريكي شكل الكيك وارتفاعه عامل ازاي، ما شاء الله. دي قطعة بقى الجاتو بتاعتنا، حاجة كده وهم. طعم الكريمة مع صوص الشوكولاتة مع طعم الكيك نفسه، لا تحفة. بصي يعني لاحظي كده حضرتك وانا بقطع قطعة كده منه، يعني تحسي ان الشوكة بتغرس كده في قطعة من الاسفنج. وطبعا غرقانة صوص الشوكولاتة، يعني انا بعد ما حطيت صوص الشوكولاتة اللي معانا خليت شوية معايا، بحيث ان اللي عايز يزود على الكيك بتاعه. بجد تحفة مفيش بعد كده. وده كده شكل الكيك بتاعنا او الجاتو بتاعنا. يا رب ان شاء الله يعجبك، ولو عجبتك الوصفه ما تنسينيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، دعمكم شرف كبير ليا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.